يعني هاخد كده يعني القيمة والقامة وفخرنا دايما اللي بنفتخر بيه دايما، زي ما هو بيقول احنا كصعايدة نفتخر ان احنا كصعايدة ابن محافظة سوهاج، ابن محافظة اسيوط، ابن المنيا، ابن بني سويف، ابن الاقصر، ابن اسوان، ابن محافظة قنا، يعني الدكتور والبحر الاحمر والفيوم والوادي الجديد والوادي الجديد، الدكتور جمال محمد علي المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم على الهواء مباشرة معانا عبر المباشر. الأقصر وشها حلو دايما عليه، ما طلع من عندنا مسك مدير الفني للاتحاد. النهارده بنقول لك كل سنة وانت طيب، ونورتنا وشرفتنا مرة تانية وثالثة ومليون في الأقصر. بشكر حضرتك على وجودك الكبير ومجهودك الإعلامي اللي احنا دايما بنفتخر بيه من سنوات طويلة، ونشكر على تخطيطك لأول رخصة دي تتعمل في صعيد مصر. دكتور جمال، يعني النهارده التشريف المحاسب جمال علام الاتحاد المصري لكرة القدم، وحضرتك استفدت كثيرا في الحديث، ولكن الحديث لوسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية بيختلف بالتأكيد، وشايف حضرتك يعني وتواجد المحاسب جمال علام في الأقصر وفي صعيد مصر بالذات. هو طبعا عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا بالنسبة للمنظومة الرياضية أو منظومة كرة القدم. منظومة كرة القدم بتعتمد على عناصر أساسية، العنصر الأساسي فيها بيبقى دايما الإدارة، وبعدين العنصر الفني متمثل في المدربين، وعنصر الممارسة متمثل في اللاعبين، وطبعا الإمكانيات اللي بتتوفر اللي توفر للأجهزة الفنية بالكامل. وبعد كده طبعا العنصر الإداري واخد معاه برضه بعض الجوانب، أو العنصر الفني واخد معاه الأجهزة الطبية وكل الأجهزة المساعدة سواء إدارية أو فنية موجودة في مجال تدريب كرة القدم. وبالتالي تنظيم الدورات مثل دورات المدربين دي أنت بتهتم بيها بتنمية عنصر من العناصر الأساسية وهو المدرب، لأن المنظومة الإدارية أو الإمكانيات المادية أو أي منظومة من المنظومات كلها بتخدم على الجانب الفني. اللاعب اللي هو الأساس في لعبة كرة القدم اللي احنا كلنا بنعده عشان يمتعنا وعشان ينتج بشكل كبير جدا على أرضية الملعب، اللي بيعده هو مدرب كرة القدم، والباقي كلها عناصر مساعدة. عشان كده بنهتم بتنمية العنصر الأساسي وهو مدرب كرة القدم. فوجود كابتن جمال علام معانا في افتتاح هذه الرخصة وافتتاح قبل كده الرخصة دي رسالة واضحة لكل دول العالم انه الاتحاد المصري لكرة القدم من خلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد نيابة عن المجلس بالكامل بيساندوا تنفيذ الدورات المدربين، سواء كانت في القاهرة، سواء كانت في اسكندرية، سواء كانت في صعيد مصر، يعني في كل بقاع أرض مصر المساندة موجودة من مجلس إدارة الاتحاد. ودي رسالة كبيرة جدا نرسلها لكل دول العالم انه عودة الرخص الأفريقية من مصر، عودتها للرياضة مرة أخرى، وفي نفس الوقت هي رجعت في شكل جديد بعدد ساعات جديدة بناحية علمية جديدة بمحاضرين جدد، وبالتالي في حاجة جديدة بتتعمل، والهدف الأساسي منها هي الارتقاء بمنظومة كرة القدم في مصر. دكتور جمال محمد علي، ان شاء الله يعني مستمر، يعني ان شاء الله، واحنا بنستغل تواجد دايما حضرتك معانا على الهواء مباشرة، يعني وانت من المدربين اللي كنت متواجد في مجموعة الصعيد ودستها من تحت جبتها زي ما بيقول. توقعاتك النهارده الجونة، لافينا، النصر للتعدين، مصر المقصة، كل فرق المجموعة بالكامل، وكيما اسوان، توقعاتك للمجموعة، وخاصة ان احنا دخلنا خلاص في مرحلة الحسم 3 أسابيع. هو طبعا ال3 أسابيع الباقية 3 أسابيع حاسمة بشكل كبير جدا للتنافس الشديد. يمكن يكون انحصر شوية ما بين لافينا وما بين الجونة في عملية الصعود. بترول الصوت بقى يعني امبارح بعد مكسبه للشبان هنا هو ضمن دخوله في دور المحترفين بشكل رسمي، بالإضافة إلى الجونة ولافينا. لكن يمكن طبعا الصراع الشديد ما بين مصر والقصة والنصر للتعدين والمنيا والمجموعة دي على دخول دوري، واسمنت اسيوط برضو يعتبر بعد المكسب بتاعه امبارح يعتبر برضو دخل في صراع انه يدخل دوري المحترفين. فمش هتقدر نقول مين اللي هيصعد الا اعتقد على نهايه اخر اسبوع. مواجهات الاسبوع القادم النصر للتعدين يستضيف على ارضه وسط جماهيره، والشمس الحارقه في استاد نصر للتعدين يستضيف لافينا. الجونه
طامية تذهب في رحلة نزهة إلى الجونة، إلى مدينة الجونة في استاد خالد بشارة، ومصر المقصة يحل ضيفا هنا على محافظة الأقصر. والله بص اقول لحضرتك ما فيش حاجه اسمها مباريات صعبه او مباريات ضعيفه، لان كل فرقه من الفرق دلوقتي عندها طموح. الطموح اصبح مختلف، في طموح للصعود للدوري الممتاز، وفي طموح للدخول لدوري المحترفين، وفي طموح للاستمرار في الدرجه الاولى، وفي ناس ثانيه هتهبط خالص تحت. بالظبط. فبالتالي اللي اصبحت التسلسل الطموح ده ادى كل الفرق اللي موجوده طموح للتواجد في مكان معين. بالظبط. في مكان معين، فبيخلي الماتشات بتبقى صعبه جدا لكل الفرق. فمفيش فرقه كبيره وفرقه صغيره، والدليل على كده انه في نتائج سابقه مع فرق المقدمه اكيد كانت تعثرت امام بالظبط فرق من الفرق اللي هي في الثلث الاخير من الجدول. ده كله بيرفع المستوى يعني. اكيد. نتمنى التوفيق ان شاء الله. المهم بالمناسبه هنا للاقصر ان يعني تواجد النهارده القيمه والقامه الدكتور جمال محمد علي، الدكتور عماد سمير رئيس الاتحاد المصري، ايضا تواجد رئيس الاتحاد المصري لكره القدم. ومنذ ايام قليله شهدت الاقصر حضور فيتور بريرا رئيس لجنه الحكام، وتواجد الكابتن محمد فاروق، وتواجد الكابتن توفيق السيد. يعني الاقصر اصبحت في عيون يعني دي عاصمه العالم، يعني لابد ما حدش، احنا كمصريين بنفخر كلنا بالاقصر، وبالتالي كل العالم بيفخر بالاقصر، وبالتالي وجود اي حدث رياضي في مدينه الاقصر ده هو شرف للرياضه، مش للاقصر، ده شرف للرياضه انه الاقصر تستضيفنا. فوجود رساله تاريخيه يوجهها والله الدكتور جمال محمد علي. مش شرف للاقصر، ده شرف لينا احنا ان نتواجد في الاقصر، سواء كنا مدربين ولا اداريين ولا في مجالس ادارات ولا اي نجم من النجوم. وجوده في عاصمه اثار العالم ده بالنسبه له قيمه وقامه كبيره جدا. يعني يكفي حضرتك بس انك انت تمشي على الكورنيش وجنبك النيل من ناحيه، ووراك الاثار من الناحيه الثانيه، الاثار من الناحيه الثانيه. المنظر ده والحاجه دي ما تلاقيهاش في اي دوله من دول العالم. يمكن انا سافرت لاكثر من 22 او 23 دوله، ما تلاقيش المنظر ده غير في الاقصر. شهاده. ولكن النهارده هختم اللقاء ورسالتك لمنطقه الاقصر لكره القدم، وتواجد النجم الكبير كابتن عادل فخري، تواجد النجم الكبير كابتن اسامه عبد الراضي على راس المنظومه الرياضيه في الاقصر. بصراحه رسالتك. طبعا بشكرهم شكر كبير جدا على المجهود الكبير اللي بيبذلوه، دايما بيبقوا فعلا هم متواصلين معانا بشكل كبير جدا، وبشكرهم على الاهتمام بتطوير المدربين مش بس في الاقصر ولكن على مستوى صعيد مصر. لان احنا كنا قريب في دوره من الدورات التثقيفيه اللي اتعملت مع نقابه المهن الرياضيه، تواجد عدد كبير بالظبط من مدربي الصعيد. المره دي كمان بيتواجد عدد من المدربين في محافظه الاقصر من 4 محافظات مع الاتحاد المصري لكره القدم. كل الكلام ده طبعا من شانه الارتقاء بالمدربين في الصعيد، ويا ريت كل الافرع على مستوى الصعيد حذو فرع الاقصر ان شاء الله. الدكتور جمال محمد علي المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم وابن صعيد مصر، فخر وشرف لينا النهارده تواجدك في الاقصر. كل الامنيات الطيبه بالتوفيق يا رب في قياده الاتحاد المصري تحت القياده الرشيده للمحاسب جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. بنقول لحضرتك مره ثالثه ومليون، شرفت اهلك وبيتك ومكانك محافظه الاقصر. شرفنا بالاقصر وشرفنا بحضرتك يعني. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.